جمهور الزمالك الحذر عشان السيزون الجديد بدأ وخوخة بدأت معاه. قبل أي حاجة حبايب قلب خوخة، طبعا السيزون الجديد خلاص، والله لو اتعرض عليا كل دوريات العالم ما يملى عيني غير الدوري المصري ايجيبشن ليج، والله العظيم ما يملى عيني غيره. بصراحة يا حبايب قلب خوخة بعد تفكير عميق ومريب وحاجات كتير قررت ان انا ليه ما اطلعش قبل مباريات نادي الزمالك، محدش يعيط خلاص، محدش يعيط، واقول اخبار نادي الزمالك قبل مبارياته، بعد مبارياته نحلل مباريات نادي الزمالك. بصراحة انا كنت مترددة في الموضوع ده عشان في ناس كتير ممكن ما تتقبلنيش وانا بتكلم عن الزمالك، في حين ان انا مش هتكلم عن الزمالك وهحفل وهتكلم، يعني هحفل وهتكلم في اوقات كتير لان انا اهلاويه برو ماكس، يعني انا هو ده بقى النقطه اللي انا كانت خلياني متردده، مش عارفه اظبط التردد بتاعي، الزمالك سات ولا نخلينا في السيف يعني بصوا كنت متردده، ولكن انا فكرت اتمنى ان خلاص اي حد مع احترامي ليه، يعني مش عاوزه اكمل عشان ما حدش يزعل مني، ولكن اخبار نادي الزمالك هتلاقوها عند خوخه، ما اعرفش ازاي هنتقبل مع بعض، انا مش عارفه انا هعملها ازاي، يعني انا هقول بس انا مش عاوزاكم ان انتوا تزعلوا مني، يعني انا اصلا لما بقول اخبار الاهلي ببقى بهزر وبضحك، فانتوا كزملكاويه مش عاوزاكم تقولوا اي، يعني انا ممكن اقفش قفشه في النص، نفس القفشات اللي انا بقفشها لما بقول اخبار الاهلي، بس الاهلاويين بيبقوا عارفين ان انا اهلاوي، لكن الزملكاويين يفتكروا ان انا بحفل عليهم، فاهمين؟ هي دي النقطه، اقسم بالله اللي معفرطاني، ولكن والله العظيم اخبار الزمالك اصبح لها قيمه، عشان تكونوا عارفين تقبلتوني او ما تقبلتونيش انا كده كده بعمل اللي في دماغي، يعني اللي انا برتاح فيه بعمله، انا بحب الكوره وبحب ان انا اطلع اتكلم في كل حاجه تخص الكوره، والله العظيم انا بتكلم دايما بما يرضي الله، اوقات كتير جدا لما الاهلي بيكون غلطان في حاجه بطلع بقول الاهلي غلطان في الحاجات دول، يعني ان الاهلي ما بيغلطش، انا بشوف كده زي كده بالظبط، انا ما بغلطش في حاجه، انا ملاك بريء بجناحات. هو تفر يا جماعه، انا اسفه عن المقدمه الطويله دي، ولكن عاجل ورسميا خوخه في السيزون الجديد هتحلل مباريات الزمالك وهتقول اخر اخبار نادي الزمالك قبل مباريات الزمالك. خش بقى في الموضوع على طول، طبعا عارفين كلنا بكره اول مباراه لنادي الزمالك في السيزون الجديد، جس وات يا حبايب قلب خوخه، دوري السنه اللي فاتت كان اسمه دوري نايل، لا السنه دي ما اسموش دوري نايل، اسمه دوري اورا، دوري ابو اورا بتاع هو بتاع كبابجي، لا بتاع سمك وات ايفر، ما بقاش دوري نايل بقى دوري اورا. طبعا بكره ان شاء الله الزمالك سوف يواجه الاتحاد سيد البلد في اول مباريات الزمالك ومواجهات الزمالك في الدوري الجديد في السيزون الجديد. طبعا الحكام بتوع المباريات نزلوا وحكم للساحه، حكم المباراه كابتن امين عمر، الصراحه بحب كابتن امين عمر، حكم نزيه، كلنا شفنا هو عمل ايه في المباريات العالميه اللي حكمها، جود لاك لي في مباراه الزمالك والاتحاد. عندي بس تحفظ على حكم الفار، لكن مش هتكلم لحد ما نشوفه ونحكم بعدين. طيب نيجي لغيابات نادي الزمالك، طبعا اهم 3 لنادي الزمالك غايبين بكره عن مباراه الزمالك. نبتدي ببزيره، لاني اخوان بزيره يقال وفقا لكريم رمزي ان بزيره دلوقتي متواجد في مطار دبي، والله العظيم زي ما بقول لكم كده، يعمل ايه في مطار دبي؟ رايح يوقع لشباب الاهلي الاماراتي، يعني هو الزمالك وراه الاهلي سواء في مصر اماراتي سعودي هو وراه، يعني الاهلي ظل اهلي لازم ياخد من الزمالك لعيب. بيقال ان وفقا لكريم رمزي ان اخوان بزيره عمل امبارح احتفاليه في البرازيل مع اصحابه، ان هو ايه المناسبه للاحتفال، ان هو رايح يمضي للشباب الاماراتي، شباب الاهلي الاماراتي. بالنسبه للنادي اللي انت على ذمته ما حدش فاهم حاجه خالص، لكن دلوقتي بزيره في دبي قررها للمره المليون وفقا لكريم رمزي. بصراحه انا من وجهه نظري في حاجه غلط في يعني هو دي حاجات اكيده، في حاجه غلط في مجلس اداره نادي الزمالك، يعني من المفترض ان هم يكون في حد مسؤول يا جماعه عن اللي بيحصل ده، هو اللي بيحصل ده ما ينفعش والله، لكل واحد عمال يسرح مع نفسه عايش مع نفسه، ما دي بقت تكيه، هي ما بقاش نادي والله، يعني ايه لاعب قرر الصبح يصحى ان هو ما يجيش وقرر ان هو يروح يمضي لشباب الاهلي الامارات، يجوا الزمالك في الاخر يكرهوا، ما طبيعي يكرهوا الاهلي، ما ده الاهلي وراهم في كل حته، لازم هو في ايه ادوارد وحاجات، يعني انا بصراحه انا بامانه ربنا الله يكون في عون الزمالك، ده كفايه اللي انا فيه، ده بكفايه اللي انا فيه، طبعا ده بالاضافه لعبد الله السعيد، هو بيقال ان هو مصاب، شيكوبيتزا ان هو يقال ان هو مصاب، لكن حبايب قلب خوخه انا بحب كابتن معتمد جمال، يعني انا بحترمه جدا، راجل محترم جدا وخلوق جدا، وانا شايفه يعني من وجهه نظري ان هو عمل مع الزمالك حاجات كتير حلوه، ان هو مدرب محترم كتدريب وكشخصيه يعني ككل حاجه. طبعا المباراه بكره هتكون على استاد القاهره، وشركه تذكرتي غلت التذكره، يعني التيكت غليت اصلا، وكمان تجديد الفان اي دي غلي، مش عارفه بصراحه انتوا بتعملوا كده في ليه. في النهايه الزمالك اعلن عن التيشيرت بتاع السيزون الجديد، لكن انا تعليقي مفيش ولا راعي على التيشيرت، يعني جابوا تيشيرت ابيض حطوا عليه الخطين، حتى الخطين الحمر مش كاملين، لا من هنا ولا من هنا، خطين عمالين يقلوا، يعني التيشيرت الصراحه هو مش عاجبني والله العظيم، عشان اهلاويه، بس هو مش عاجبني زي التيشيرت بتاع
امبارح بتاع الاهلي بتاع ماتش برشلونه التيشيرت التالت تحس ان هم دالقين عليه مانيكير. يعني انا مش عارفه. التيشيرت التالت عجبني بتاع الاهلي، يعني التيشيرت الاحمر تمام، والتيشيرت الاسود عجبني تحفه، الاثنين تحفه. تيشيرت الزمالك الجديد بصراحه بتاع السيزون الجديد مش حلو خالص، ويعني مفيهوش اي كرياتيفيتي والله العظيم بما يرضي الله. تعالوا نحط مع بعض تشكيل نادي الزمالك لمواجهه الاتحاد. طبعا في حراسه المرمى محمد عواد ولا مهدي سليمان؟ انا من وجهه نظري مهدي سليمان. باك رايت عمر جابر. قلبي دفاع الونش ومحمد اسماعيل. باك ليفت احمد فتوح. اتي لوسط الملعب شحاته محمد السيد ادم كايد. اتي لخط الهجوم احمد شريف وايشو. في الهجوم عدي الدباغ. ده يعني التشكيل من وجهه نظري. حبايب قلب خوخه كده هنحدد حبايب قلب خوخه الزملكاويه اللي بيحبوني اللي بيكرهوني، في اهلاويه كده كده بيكرهوني، يعني هو مش مصر كلها هتحبني. رب اكون قلت اخبار الزمالك والله العظيم. انا بس مش متخيله نفسي، لكن والله 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 انا بقول الاخبار بكل حب. اني انا بحب الكوره ده كده، اصلا انا خريجه اعلام فلازم يكون عندي حياديه بعيدا خالص عن اهلاويات. كل التوفيق للنادي الاهلي فيما هو قادم. اني معلش الشغل شغل، انا ما اقدرش اقول كل التوفيق لنادي الزمالك ان احنا الاثنين كده بنلعب في بطوله مع واحده دوري، فاكيد هتمنى ان الاهلي ياخد الدوري. بعد كده خلاص انتوا خدتوا الدوري السيزون اللي فات، معروفه بعد 60 سنه ان شاء الله تبقى تاخدوا الدوري بقى. ايوه تخليهم نقفل الفيديو بقى، عدل بقى، عصبونيش بقى. اقول لكم كل التوفيق في دوري ابطال. مش